بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا هنعمل مع بعض النهاردة طاجن معمر. المعمر الفلاحي بتاعنا الجميل اللي كلنا بنحبه. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. في ناس كتير بتقول انا لما باجي اعمل المعمر ما بيظبطش معانا، ساعات بيطلع مننا الرز حصى او الارضية بتاعة البرام محروقة. ان شاء الله ننفذ الطريقة مع بعض النهاردة، وتبقى طريقة تعجبكم واسهل واطعم طاجن معمر نعمله مع بعض بإذن الله. انا معايا هنا كيلو رز وكيلو لبن وعلبة قشطة. انا بحب لما اجي اعمل المعمر بنقع الرز بتاع المعمر مدة كافية، علشان لما اجي اسويه ابقى ضامنة ان هو يطلع معايا في التسوية الطريقة مظبوطة. انا غسلت الرز بتاعي يا حبايبي زي ما انتوا شايفينه كده، غسلته غسيل كويس وبنقعه حوالي ساعتين او 3. اشبع الرز مية عشان لما اجي اسويه يبقى يطلع معايا مظبوط زي ما احنا قلنا. بعد كده يا حبايبي على ما رزنا هيتنقع تعالوا بقى نغلي اللبن بتاعنا. بحط اللبن بتاعي في اللبانة على النار. وبرضو الحقيقة انا برضو لما باجي اغلي اللبن عشان احنا بنبقى جايبينه لبن من المائدة بيبقى سايب، اغليه كويس قوي وابقى ضامنة طريقة الغلي بتاعته. بسيب اللبن بتاعي على النار لما بيجي يفور مني كده، مش اول ما اللبن بقى يفور نقول ده احنا خلاص كده غليناه واطمنا له بقى كويس، لا. بهدي عليه النار. وباخد اللبانة على نص الشعلة كده واسيبها تغلي حوالي 5 دقايق لما اضمن ان اللبن بتاعنا بقى كده مغلي ومتعقم وكويس قوي. شايفينه كده في اللبانة بيقلب معانا زي المية ازاي، لحد ما بنتأكد من نظافة اللبن زي ما احنا قلنا. ولو احنا جايبينه سايب برضو زي ما احنا شايفينه كده ممكن نصفيه الاول. بعد كده يا حبايب قلبي بنجيب بقى البرام بتاعنا او الصينية حسب ما هتحب ان انت تسوي المعمر. الرز بتاعنا اهوت بعد ما نقعناه من ساعتين ل3 زي ما احنا قلنا، عشان برضو لما نيجي نسويه ما يبقاش من محصة بتاع الرز بتاعنا حصى مننا ولا مكسر في نفس الوقت. اللبن برضو سيبناه لما برد معانا وبنضيفه على الرز في البرام. بعد كده يا حبايب قلبي بنضيف القشطة. بنضيف 3 معالق او 4 معالق على كيلو الرز كفاية قوي، لان طبعا القشطة ديت لما بتيجي تستوي في المعمر بتسيح وبتبقى سمنة، فلو زادت عن الحد هتلسع لنا ارضية الصينية او البرام من تحت. فكفاية على الكيلو اللبن وكيلو الرز 3 معالق قشطة بالكتير. كمان بنضيف معلقتين سمنة كبار، سمنة بلدي سمنة صناعي زي ما انتي بتحبي، وبنضيف الملح وبنقلبهم بقى مع بعض كده وناخد البرام بتاعنا علشان نسويه. هتسويه في فرن البوتاجاز، هتسويه في الفرن الغاز زي ما تحبي، مفيش اي مشكلة. ما شاء الله هو طاجن الرز بعد ما استوي بنسويه على نار متوسطة من أرضية الفرن، ما بنعليش النار عليه قوي، وبيطلع معانا بسم الله ما شاء الله. والله الرز مستوي وجميل والوش متحمر ومش متحروق ولا حاجة. كمان الأرضية مش ملسوعة مادام ما بتعليش عليها النار قوي زي ما احنا قلنا، وبيستوى معاكي على الهادي كده. كمان عملنا جنب منه بقى صينية فراخ متبلة بالبصل، والطريقة سهلة وبسيطة خالص، وأتمنى أن الطريقة تعجبكم وأن الفيديو ينال إعجابكم، وأحب أعرف تعليقاتكم على القناة ويسعدني وجودكم معانا. وبألف صحة وعافية يا رب، وأحلى معمر تاكليه.